يا مساء الفل يا ذوق. بص، من قبل ما نبدا لو قلبك خفيف ما كملش، عشان انا نفسي كنت خايف وانا بحضر الحلقه ديت. اللي بيخاف يطلع بره. بص يا سيدي، في فطر مكتشف من فتره قريبه مش من بعيد، سنه 1865، ومن قريب بدأ العلماء يبحثوا فيه اكتر. بس فكره الفطر دوت انه من المنظور بتاعنا احنا هو حرفيا شرير، يا ريته حتى كان سام زي انواع فطريات تانية، لكن ده اسخن من كده. وهقول لك كمان ايه اللي مخوفنا منه اكتر حتى من كورونا. بكل بساطه الفطر دوت بيكون موجود في الغابات الاستوائيه، بس فكرته ان هو مش بينمو على الشجر ولا حتى في التربه، لكن بينمو من جوه الحشرات نفسها. مبدئيا الفطر دوت اسمه اوفيوكورديسيبس يونيلاتراليس. انا عدت 5 مرات عشان اعرف اقول الكلمه دي. وغالبا بيكون منتشر على ارضيه الغابه في الاماكن اللي فيها رطوبه عاليه، وبمجرد ما النمل يمشي عليه بيبدا يتحرك على جسمهم من بره، ويفضل ماشي لحد ما يخش جوه جسمهم عن طريق مفاصل رجليهم او مفصل الرقبه، ومن هنا بيبدا يتحرك واحده واحده لحد ما يوصل للمخ. وفي خلال 2 أو 3 بالكتير قوي بيكون عمل غزو كامل للمخ، ويبدا يتصرف في كل تصرفات النمله، وحرفيا بيبقى فيها سلوك شاذ غير بقيه المستعمره كلها، وبتتحرك حركه عشوائيه جدا. بس هي في الحقيقه مش عشوائيه قوي. الفكره ان الفطر اللي بيتحكم في النمله بيخليها تفضل تلف لحد ما تلاقي انسب مكان عشان تثبت فيه، وهفهمك يعني ايه قدام. في النهايه الفطر بيخلي النمله تفضل ماشيه على الشجر او على النباتات الصغيره لحد ما توصل لارتفاع تقريبا 25 سم، ودي بتبقى النقطه الامثل اللي فيها الرطوبه الكفايه للفطر عشان يتكاثر ويكبر. وهنا بنوصل لنقطه عضه الموت اللي فيها الفطر بيخلي النمله تعض في الشجره باقصى قوه عندها عشان تثبت عليه، وبعد كده النمله بتموت بعد ما يكون الفطر اتغذى على المخ بالكامل، ومن بعده الاعضاء الداخليه والعضلات، وهنا بيكون مستعد للتكاثر في اقل من 3 أسابيع. وهو الحمد لله مش بيحتاج يتكاثر زي الحيوانات، يعني مش ذكر وانثى، هو لوحده مع نفسه. وعشان يضمن لنفسه استكمال بقيه حياته صح بيبدا يشوف اضعف جزء في ظهر النمله ويطلع منه كأنه نبات، وبيبدأ طول الجزء دوت من 2 سم وممكن يوصل لحد 30 سم. وفي قمة الفطر بيبدأ يظهر منه زي كرة صغيرة مليانة حاجات اسمها سبورز، أو بمعنى أصح حاجات زي البلالين الصغيرة قوي اللي بتفرقع، وبتنشر الفطر في الجو وعلى الأرض. والسبورز ديت بتفرقع بمعدل 30,000 وحدة في الثانية الواحدة، ولما بتفرقع طبعا بتنتشر على مساحة كبيرة قوي حوالين الفطر، والمساحة ديت طبعا فيها برضو نمل تاني، وتبدأ تاني من أول وجديد نفس الدورة اللي في الطبيعي بتاخد من 4 ل 10 أيام. وفي مدة بسيطة الفطر دوت ممكن يدمر مستعمرات كاملة للنمل. واللي يخوف أكتر الفكرة إن عيلة الفطريات ديت واسعة قوي، يعني فيها أنواع كتير قوي، وكل نوع مخصص إن هو يهاجم نوع معين من الحشرات، بس مفيش نوع بيخش على نوع. الواد منظم قوي، يعني في نوع يهاجم النمل، وفي نوع تاني يهاجم الجراد، ونوع تالت يهاجم الخنافس، وهكذا. وكل نوع بيعمل نفس الحوار مع بقيه انواع الحشرات ديت. الفكره بقى ان الفطر دوت مع التكاثر الكتير ومع الوقت ممكن يحصل له طفرات جينيه، واللي بدورها ممكن تخليه يهاجم حاجات تانية غير الحشرات زي الفئران مثلا، وهكذا. وبينطبق عليه نفس فكره فيروس كورونا اللي كان بيصيب الحيوانات بس، وما كانش ليه تاثير على البشر نهائي، بس بسبب تدخل البشر في الطبيعه حصلت له طفرات جينيه بقت مخلياه ما شاء الله قعد الناس في البيت 2 سنين في منتهى الرعب، ووقع اقتصادات دول، وحرفيا رعب العالم كله. تخيل نفس الحوار دوت يحصل مع الفطر بتاعنا، ومع الوقت يقدر كمان يهاجم الانسان ويأثر فيه. وهنا مش بس النمل اللي هيتحول لزومبي، لكن احنا كمان. يا رب بس محدش من اصحابنا اللي في الصين يكون بيحب ياكل شوربه نمل بالمشروم. هاكل ايه؟ ده عندنا بيضربوه بالشبشب. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ودوس على الجرس. وبس كده، هروح انا بقى عشان اورش النمل. سلام يا ذوق.